بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نرحب بكم كامل، نقول لكم شرفيني منوريني. اليوم حبيباتي جيتكم بهذا العدس هذا الرائع. هذا العدس هذا درتو بالكديد. اذا حابين حبيباتي هذه الوصفه ما تبخلوش علينا بلايك، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. اول مرحله واش نديرو؟ انا عندي هنايا العدس، درت زوج انواع تاع عدس، درت الاحمر ودرت هذا العدس هذا العادي. عندي هنايا حبيبات تاع جزر، وعندي هنا حبه بصل مع 4 سنات تاع ثوم تكرفجين. عندي هنايا شويه معدنوس، شويه دبشه، وريقه تاع رند. وهنا درت التوابل، درت كزبر، فلفل اسود وملح وكركم، ودرت بابريكا. وانا عندي هنايا قديد ما سبق لي وحطيته في الماء السخون حتى نطرى عندي خلاص. اليوم راح نديرهم بالقديد في هذا البرد اللي غير العدس بالقديد. اول مرحله نقولوا بسم الله. نديروا هنايا 5 مغارف تاع زيت في لاكوكوط تاعي. درت 5 مغارف تاع زيت، وراح نضيف هذيك البصله هذيك اللي كرفجتها مع سنات هذوك تاع الثوم. نخلي هذاك البصل تاعنا يتقلى لي مليح مليح. خلي البصل تاعك يتقلى. نحركوه شويه باش يتقلى لي مليح. يعني في هذا البرد هذا ما يليق. الحبوب فرات، ساعات عدس، ساعات لوبيا، ساعات. وانا سما اليوم جبته لكم يعني بنكهه، يعني بنا خيال بالقديد. كانت ديرو امي ربي يرحمها وينعمها، طلبوا لها الرحمه، الله يرضى عليكم. نخلي البصل هذاك هنا سما تقلى لي مليح مليح. راح نضيف له مغرفه سما كبيره تاع طماطم مصبره. نخلي الطماطم هذيك تتقلى شوي شويه سما باش تنحى ديك لاسيديتي تاعها، مع 4 ملعقه تاع هريسه. سما بغيناه شويه يجي محرحر شويه. خليهم يزيدوا يتكتكوا شوي. هنا راح نضيف القديد تاعي. قلت لكم انا القديد تاعي سبق لي وحطيته في الماء السخون عده مرات، غسلته مليح مليح، نحيت له هذاك الماء هذاك الملح هذاك الزائد عفوا. راح نضيفه هنايا للكوكوطه تاعي ونخليه. وراح نضيف له التوابل اللي ذكرتهم معكم قبيل. يجي بنه يعني ولا اروع. قد ما نقول لك بنين زيدي شوي لهيه. راح نضيف هذوك الحبيبات هذوك تاع الجزر، قصيتهم هكا دي غوندال، عاد 4 حبات ولا 5 حبات صغار، يعني صغار ماشي يعني كبار. وزوج مغارف تاع مغرفه معدنوس ومغرفه دبشه مع ورقه عرند. خليهم يتقلوا مليح مليح. نحركهم هكا تحريكه خفيفه. يعني في هذا البرد هذا ما يليق. هنا بعد ما تقلاو لي راح نمرقهم بالماء. الماء يكون سخون. مرقي لاكوكوط تاعك ونغلق عليها ونخليه يطيب. انا اسمه درتو 30 دقيقه. عفوا بلي القديد شويه عاصي، لازم تدلوا له شويه النار وتخليه يطيب في غرضو. انا درتو 30 دقيقه يعني طاب زبده. غلقي لاكوكو تاعك وخليه يطيب. ونمروا للعدس تاعنا. انا قلت لكم عدس كيلت بهذا الفنجان هذا تاع قهوه. درت ثلث فناجل من هذاك العدس العادي، ودرت ثلث فناجل من هذاك العدس الحمر. نخلطوا شويه العدس هذا سما الفوائد تاعهم يعني لا تعد ولا تحصى. يعني نخلطوهم مليح مليح لوليداتنا، فائده يعني عظيمه. قلت لكم كيلت بهذا الفنجان هذا. هنا بعد ما طاب لي هذاك الخليع يعني طاب زبده، طاب ما شاء الله. دوك راح نضيف هذاك العدس بعد ما غسلته عده مرات، نقيته مليح مليح وغسلته. نضيفه هنايا لاكوكوط تاعي ونزيد لها شويه ما على بالي بلي ذاك الخليع شويه تشرب شويه ذاك المرقه هذيك تشربها. حنزيدو شويه برك ماء ونخليو هذاك العدس يطيب على سما درتو 20 دقيقه. يعني قفلت عليه لاكوكوط وخليته 20 دقيقه بالضبط، يعني طاب
حبه على حبه، يعني طاب يعني ما تحرحرش، جا حبه شاده روحها بصح ذايبه، بغيتوش اني تحرحر خلاص. نغلق لاكوكوط، قلت لكم ديروه 20 دقيقه. هنا عندي هذيك التحويشه اللي يديروها سما اخر اللمسه يعني. درت زوج فلاق تاع ثوم مع زوج مغارف تاع زيت الزيتون، وراح نضيف لهم مغرفه تاع الكمون. هذا في الاخير خلاص كيطيب لكم العدس تاعكم، سما نديروها في الاخر، تعطيكم واحد البنه عظيمه في الشوربه تاعكم ولا في المرقه تاعكم تاع العدس. يعني هذه التحويشه نديرها اخر تاع كي توش في نار، اخر لمسه. هنا بعد طاب لي العدس تاعي سما جا رائع. راح نضيف له جوا فلفل للنكهه، وراح نضيف له هذاك زيت زيتون اللي درتها معكم مع الثوم والكمون. قلت لكم يعطيكم واحد الكو ما شاء الله المرقه تاعكم. خليوه يتكتك 10 دقائق على نار هادئه. احنا بغيناش العدس تاعنا يجينا ناشف، بغينا شويه بلا صوص. نقصي النار وخليه يتكتك شويه، هذاك هو يطيب شويه. الثوم هذيك اللي درتها خضراء على بالك منكم لازم تطيب شويه، علاش 10 دقائق ونعتوكم في شكله النهائي لصحن التقديم. هاو العدس تاعي بعد ما حطيته هنا في الصحن، قدمته بهذاك الخليع. الله الله جا طايب يعني. شوفوا المرقه كيفاش جات خاثره، ولا وذاك الخليع ولا القديد طايب زبده. شوفوا جا يذوب يعني، جا ما شاء الله. اذا حابين حبيباتي هذه الوصفه هذه كلمسه الاخيره هكا نرشوا لها شويه معدنوس ولا دبشه. مساله اذواق. هذا الحشاوش هذو انا اسمع درت دبشه. ونقول لكم شهيتكم بالصح حبيباتي. اذا حابين هذه الوصفه هذه ما تبخلوش علينا بلايك ومشاركه الفيديو الاصدقاء اللي كيتعم الفائده. ونقول لكم مع وصفه اخرى، مع السلامه، مع وصفه اخرى ان شاء الله. سلام. ما تبخلوش عليا حبيباتي بهذاك اللايك، ومع السلامه.